زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. ده طبعا تابلو توسان، الهونداي توسان دي تقريبا. التابلو ده على طول بيبقى مشرخ كده، وصعب علاجه لانه بيشرخ على طول واكتر من شرخ. طبعا الشروخات دي انا ما بتبقاش كده، هي بتبقى مشرخة مفلقة كده، وانا بوسعها سنة عشان اخد الامتداد تمام بتاعها. دي بتمتد وتتلم عاملة زي الخشب كده. ما في الشتاء مثلا يلم، وفي الصيف في الصيف يلم، وفي الشتاء يفرد فيزنق الباب في الشتاء، الحل الباب الخشب زي الخشب كده. فدي خامة سفنج او الفل اللي تحت بيعمل كده. طبعا احنا بنفكر لك في علاج جديد خالص للشروخات، وبدل معجون وبدل الكلام ده كله برضو عشان ياخد ويدي بالمادة دي كده، وعشان ياخد ويدي. وخليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. طبعا في بعض من الناس يقولك ما فكش التابلو من العربية. ينفع تمعجنه بالطريقة دي، وبعد ما تمعجنه تصنفره وتعمل له حباية هو في العربية. طبعا مش ده أنا عشان انا اعمله، انا بعمل ده عشان تاخد فكرة، انما انا بعملش حاجة جوه العربية، اعمله بره العربية افضل يعني. تمام بالنسبة لي عشان اخد راحتي في الشغل يعني. لكن لو مش حابب مثلا بعض من الطبالين مزنوقة، فبيبقى محتاج الكلام ده. فخلينا اقول لك ان احنا ازاي هنعمل الشغل ده ويبقى جميل. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. كل طريقة جديدة وكل حاجة جديدة بوصل لها بحاول اضيف لكل اخواتي وكل حبايبي. وطبعا ده كارت عشان يبقى طري في طريقة اللي انت تملى الفراغات وتملاها كويس. ليه عملنا بالطريقة دي؟ عشان ياخد ويدي وما يبقاش ناشف، ومع الشمس ما يفلقش تاني. لان البعض بيعمل التابلو في حاجتين فاشلين: انك ترشه بطريقة المعجنة وخلاص، طبعا لازم يشقق. انما بالطريقة بتاعتي على كل الطريقتين اللي كنت بشتغل بيهم، اللي بالمادة بتاعتي او المادة الجديدة دي، يبقى مفيش برضو تشققات. ليه؟ لان احنا بنخدم الشغلانة صح. انما ممكن بتاع معجون يقفل التشققات دي بمعجون وخلاص ويرش، طبعا لازم يطقطق تاني، لانه ما بيشيلش السرطانة برضو اللي هو تريح الفل. تريح الفل ده احنا بندخل الصاروخ جوه الشرخ ونوسع اكتر، ناكل السرطان اللي كش ده. تمام يعني ده في الصيف يسخن، وفي الشتاء يجي ينكمش بقى يروح مطقطق. واغلب الطبالين بتطقطق في الشتاء مش في الصيف. الناس ممكن تفتكر ان التابلو بيطقطق من الشمس، لا، ده هي الشمس بتأثر عليه. وبعد كده الشتاء الرطوبة العالية دي، طريقة التلج والساقعة العالية دي بتخليه طقطق. تمام اللي هو سوري، في الصيف يطقطق، وفي الشتاء قصدي يمسك يعني. تمام العكس يعني. فانا عايز اقول ان ده بيبقى عامل زي الخشب كده، عشان برضه نبقى واخدين بالنا من الحته دي. الاضافه الاخرى ان احنا هنا بنحاول نحبب طبعا علشان الكلام ده يكون مسهل علينا في طريقه الرش. احنا كده بنعمل في الرش حبايه، بس دي مبدئي، دي اسمها ايه؟ مبدئي. وبنظبط بيها عشان يطلع لنا، ما بنسيبش عالي ولا واطي، عشان برضه لما نيجي الرش ما يكونش فيه اي مشكله. وطبعا طريقة النظافة وانت شغال، وده مهم جدا. وبعد كده كل حاجة هتشوفوا معايا في النهاية التابلو يطلع ازاي. تمام. خلينا اقول لكم ان بتمشي مع الشغلانة واحدة واحدة، وكل حاجة ليها معنى وليها طريقة، وبعد كده بفضل الله كل حاجة بتبقى زي الفل. احنا كل مرة بنطور من نفسنا ونوصل لأفكار احسن، ما بنثبتش على فكرة معينة. يعني بعمل بالمادة كل مرة، عملت طريقة جديدة، وعملت طريقة اللحمات، وعملت طريقة الحباية، وكل يوم بنزل لكم بحاجة جديدة كده. بحيث طبعا الطريقتين، الرش العشوائي لازم يطقطق لانك بتمعجنه، وايضا اللزق بالكلة لازم يطلع، لان مفيش لزق ناجح. بحيث ان العيب هنا مش عند الصنايعي، العيب في الخامات الموجودة. مفيش خامة بتمسك 100%. اما اللي هتقول لي طيب ما هو التابلو جلد وملزوق، ده مش ملزوق، ده فاكيوم. يعني دي الجلد ده بيبقى سخن مولع، والسفنج زيه، ويروحوا نازلين على بعض اشفط يتطبخ في بعضه. تمام، ده فاكيوم، ملوش علاقة بان انت تلزق جلد. عشان يجي حد يستنصح ويقول لك الزقه جلد، لا، هيطلع تاني مهما كنت مين. ودي مش معناه ان هو عيب في الصنايعي،
لا، هي امكانيات بس، انما هو ملوش دعوة. هو صنيعي شاطر وجميل ومطلع الطابلوه لازق حلو وكل حاجة حلوة. انا ما بعيبش في حد، بس بعيب في الخامات والافكار. يعني انت ازاي فكرك يقف لحد هنا ومفيش جديد؟ لازم تطور. هوريك بقى ده بيطلع في الاخر ازاي وازاي حباية. طبعا انا عامل ده كتير جدا قبل كده، وطبعا انا مش بعمل ده علشان تجيني او تصلى عندي او تسيب الناس بتاع الطبالين وتجيني، لا، اروح اعمل عند الناس بتوع الطبالين المحترمة. ويا ريت الناس المحترمة بتاع الطبالين ياخد فكرة برضو عادي، مش عيب اما اخد فكرة منه او ياخد فكرة مني، ده مش عيب. المهم ان احنا نحل مشاكلنا وايه، وعلى الله ان شاء الله توكلنا. فزي ما انتم شايفين ان احنا لازم نفكر كل يوم بافكار جديدة. هنا ده بعد ما بيتعمل كده هيجي في الاخر يتصنفر، هيتاخد واحدة حباية فيلر، وبعد كده وانت بتاخد سنة بقى لو في اي حاجة واطي، سنة معجون فايبر مرن ولونه اسود، ده برضو موجود في السوق عشان برضو بعض من الناس عشان تعرف تشتغل بيه. وطبعا التابلو ياخد راحته. وفك معلومة لكل الناس، فك التابلو بتفكه في اي مكان تيجي تركبه على بلاط عدل، على ارض عدلة. ليه؟ لان العربية بيكون فيها مرونة، فلو انت واقف على حاجة عالية وواطية، العربية تكون بجنب، هتيجي تطلع من عند الراجل بتاع الطبالين اللي فك وركب لك، تقول الله طبلوهي قبل ما اركبه ما كانش بيزيق، قبل ما افكه واركبه ما بيرجعش زي الاول. وبعض من الناس خدوا فكرة خلاص ان الطبلو اللي اتفك ما بيتقفلش تاني زي الاول. ليه؟ هو هناك بينفخ فيه يطلع في مكانه في العربية؟ لا، بيركب. بس بدي المعلومة للناس على ارض عدلة، لان العربية فيها مرونة بتعمل تقويسة كده. لو خدت بالك في المطبات تلاقي العربية بتقوس، لان العربية لو ماسكة 100% هتقطم، زي الكوبري اللي احنا بنبقى ماشيين عليه بيبقى فيه سوست، وبرضو العربية بتعمل سوستة وهكذا. اللي انا عايز اقوله لاخواتي وحبايبي يعني وكل الناس، عايز اقول ان يعني العربية فيها مرونة. لو انت واقف على ارض بجنب وجنب، تيجي تربط تاخد بوش التابلو على الوضع السيء، تيجي العربية تاخد وضعها على وضعها العدل، تروح مزيقة. وقد يكون بعض من الطبالين الضعيفة تتكسر كمان لانها مقوصة وحمل العربية كله عليها. وطبعا ما تستهونوش بالكلام، وده الكلام الصحيح. برضو الازاز لما تفكه في اي مكان وركبه على ارض عدلة، والمفروض تتحرك بالعربية اللي انت ركبت لها ازاز بعد 24 ساعة. تمام؟ وده الصح والمظبوط. غير كده احنا طبعا بنودي في اي حاجة بعد كده كل ما حد يلزق عند شيخ المشايخ بتاع الازاز ياخد هوا يعمل صوت، ولو حتى ما بيعملش ده مش مظبوط. فخليني اقول لك الصح والمظبوط اللي انا بقوله، على الثبات اشتغل، على الثبات اشتغل. هنا احنا بنحبب، ده مبدئي مش ده النهائي. النهائي حاجة تانية خالص. السنة زي ما بتقول بكبس الحاجة في مكانها، ودي تحبيبة عشان لما اجي التحبيبة اللي فوق التانية براش تظبط معايا. تمام يا جماعة؟ خليك فاكر ان انا معاك بذاكر وباخد الامور ببساطة، وكل حاجة محلولة ومفيش حاجة صعبة بفضل الله. تمام؟ زي ما انتم شايفين اي حاجة منها تعاني هعرفك انها بعد ما كانت بايظة ترجع سليمة تاني بأمر من الله، مش هنخليك من حاجة تعاني. تمام؟ وليه احنا بنعمل بفرخ الصنفرة الخشن قوي ده؟ عشان ده بيعمل حباية كويسة. تمام؟ وبرضه بنفضل ندي طبقة في طبقة في طبقة، ما بنزهقش. ليه؟ لازم نظبط الشغل، لازم الشغل يطلع مظبوط وياخد حقه، عشان ما تجيش في الاخر تقول لي ده طقطق تاني، ده باص تاني بعد شهرين 3 بعد 6 شهور. لا، ده كل حاجة عندنا هنا بالضمان، علشان احنا شغلنا في امان. وده مش معناه ان الناس التانية مش تمام، الناس التانية زي الفل، بس هو الموضوع محتاج فكر شوية. ولازم تاخدوا بالكم ان دي مش صنعة، دي فكرة. احنا دايما بندور بأمر من الله عشان نكون صحاب فكرة جديدة. انا بخش لك بالفكرة الجديدة عشان اطلع لك كل شيء زي ما انت بتشوف على وضعه وبتكنيك عالي، والشغل يحل مشاكله. انما طبعا فكرة ان انت تعمل شغل وخلاص ويمشي واسمه يا عم انت صلحت، احنا ما بنصلحش، احنا بنرجع القديم جديد. هوريك التابلو ده في الاخر هيكون عامل ازاي، انت اللي هتحكم مش انا. تمام؟ انا بعرفكم التجهيز بتاعه بيكون ازاي، وبنمشي مع بعض خطوة خطوة. تمام؟ عشان نشوف ازاي حل المشكلة.
ليه برش هنا؟ ما هو ده مش الرش النهائي، ده بيبين لنا الدفوهات وبينورها اكتر وبيخليها واضحة، بحيث ان انت لما تيجي تقفل وتشتغل، عشان لما احنا كلنا من التابلو، لان التابلو ده بيبقى فيه بومبي مكان ما فتح، بيبقى فيه بومبي تمام زي قوسين كده مقوس، فده لازم توسع وتاكل عشان يدي مسطرة تانية زي ما هوريكم في الاخر. لازم يكون على المسطرة وعلى الشعرة زي ما بقولوا. تمام، خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. انا عرفتك من البداية ان شغلنا ملهوش نهاية، كل يوم جديد. معاك عبد الحميد من بعد ما نستفيد. في ناس بتعيد وتزيد واحنا بنتكلم في المفيد. اللي عنده جديد يقول لنا، واللي ما عندوش جديد يسكت ويتقي فينا ربنا. تمام، فخلينا اوريكم الشغل ماشي ازاي. هنا الشغل اهو خلاص كله بقى مسطره اهو ما شاء الله. هكمل الباقي انا كل ده مفتحه. بص بقى وبيوريك ايه، مفيش نور اهو. تمام، مفيش نور اهو، لا عالي ولا واطي، مفيش نور. لو في نور ليه من كان التشريخات، لو في نور يبقى التقويس لسه موجود. انا شلت التقويس عشان البعض برضو ممكن يمعجن وفي تقويس، فهيودي التقويس ازاي؟ يفضل يعلي في المعجون يعلي في المعجون يعلي في المعجون عشان نظبط مع التقويسه دي اسمها قله دراسه. ده الاكل اللي انا باكله اهو بالصاروخ عشان اشيل التقويس زي ما انتم شايفين كده. كل ده هشيل التقويس اوسع اكل اللي عمل بومبي. تمام، برضو معلومه لكل اخواتي وحبايبي كده، ما ياخدش منك معجون لو حتى انت بترش طبالين في مكان او في دوله اخرى او في بلاد اخرى. هنا ما ياخدش منك معجون وما يعملش معاك مشكله، فبالتالي لازم تفكر شوية عشان ترتاح ايامك اللي جاية. استنوا فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، والى اللقاء.